المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبائي الكرام، تقبل الله أعمالكم وجمعنا وإياكم في ساحة القدس إن شاء الله تعالى، في ساحة القدس الإلهية. وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الأولى من الاطمئنان. أحبتي الكرام، نضع رؤوسنا على وسائدنا في كل ليلة، فتهاجمنا مئات الأفكار والهواجس والكونسيرنز عن بلادنا، عن أوطاننا، عن الأخبار السيئة التي نستمع لها في كل ليلة وفي كل ساعة، عن مخاوف تتعلق بديننا، بوضعنا المعيشي هنا في الغربة، مخاوف تجاه أبنائنا، مستقبلهم، مستقبل دينهم وأخلاقهم وارتباطهم بالله وعلاقتهم بنا، الضغوطات المعيشية والمالية وغيرها، الكثير من الأمور التي تؤدي بالإنسان فعلا إلى أنه يشعر بهذا القلق الشديد جدا، حتى أصبح القلق قلقا معرفيا. يعني بمعنى أنه الذي يحصل خلال السنتين الماضيتين أثر على أولادنا، ليس فقط على الجانب النفسي بل على بعضنا من الكبار أيضا، بل حتى على الجانب المعرفي. بمعنى أصبح هناك بعض التساؤلات، بعض التشكيكات، بعض الأشياء، بعض الأمور التي تغيرت في رؤيتنا الكونية. فيجب علينا أن نبدأ في هذا الوضع الشائك والمعقد، والذي سوف يزداد تعقيدا في المستقبل. سوف يزداد تعقيد هذه الحياة. سوف ترون ماديا كيف عم تصير الأمور أشد تعقيدا حتصير. لذلك لابد لنا من منهاج حياة. الاطمئنان أيها الأحبة، ودروسنا اليوم ليست بريسكريبشن مسكنة تهدئ بعضا من روعنا. يعني مثلا في بعض الناس ليهدئوا بعضا من قلقهم بدوروا على محللين سياسيين. بيسمع هذا المحلل السياسي لا يشعر بأنه أخذ الجرعة الكافية من التهدئة، ينتقل إلى المحلل الآخر الذي لديه لا مبالغة أكبر ليعطي مستوى أعلى من التوقعات وكذا، ليهدئ من روعه أكثر. ولكن المشكلة أنه لا بد لنا من تأسيس أسس عميقة نستطيع من خلالها نحن وأولادنا مواجهة هذا الاضطراب الذي نعيشه وسوف نعيشه وسوف نستمر به، بل وسوف يتفاقم. لابد أن تكون المرساة ثابتة في عمق البحر. هذه مسألة مهمة، أن نلقي مرساتنا في عمق البحر لتكون ثابتة جدا وجذورنا ممتدة. فإنه من الخارج سوف نتعرض لأزمات ولهزات، وسفينتنا سوف تهتز وتذهب جيئة وذهابا، وسوف نضطرب. ولكن الاطمئنان هو ما يثبت الجذور، وهو الذي يثبت المرساة في الأرض. فإذا الاطمئنان ليس جرعة مهدئ يعطى ليخفف الأعراض. الأعراض طبيعي تكون موجودة، القلق، الستريس، الأدرينالين، وجع الرأس، المخاوف، الهلع، هاي الأشياء موجودة طبيعية عند الإنسان. هذا ظاهر الإنسان، هذه الانعكاسات الجسدية التي تتأتى من خلال الوضع الذي نعيشه، هذا أمر طبيعي. الاطمئنان لا يسعى إلى علاج هذه الأمور، بل هو يذهب إلى ما هو أعمق وأبعد. هو يريدك أن تعيش العاصفة، ولكن جذورك ممتدة ثابتة لا تتأثر. لأنه إذا أنت تحركت جذورك الآن، أولادك رح تتحرك جذورهم أكثر، أحفادك أكثر، إلى أن لا سمح الله تنقلع هذه الشجرة. خلينا نأسس لهذا النوع من الاطمئنان. فإذا أحبائي، الاطمئنان يعاكس بشكل عام الاضطراب وليس الإيمان. يعني مش يعني إذا أنت ما عندك إيمان، يعني مش الاطمئنان ليس عكس عدم الإيمان، إنما عكس الاضطراب. اضطراب، في اهتزاز، في كذا. الاطمئنان يثبت هذه الجذور. الإنسان أيها الأحبة، في أول فكرة يجب أن نفهمها أن للإنسان جنبتان، جنبة معنوية وجنبة مادية.
جنبة مادية متمثلة بالجسد. هذا الجسد له احتياجات، بده أكل، بده سعي نحو البقاء. بغريزة الإنسان يسعى الإنسان نحو البقاء، نحو أن يبقى الدي ان اي تبعه. لذلك يريد أن يتزوج، يريد أن ينجب أطفال، يريد أن يبقى حيا، يريد أن يخزن الطعام والمال ويريد أن يعيش السعادة والتفوق، ويريد أيضا السيلف ستيم، يريد أن يكون متفوقا محبوبا مشهورا في مجتمعه، متقبلا من مجتمعه، يأخذ القوة من هذه السمعة الطيبة ومن هذه العمل الجيد في المجتمع. هذه احتياجات الجسد. وهناك أيضا الجانب الروحي. هذا الجانب الروحي هو نفحة من روح الله عز وجل، هو ما وراء المادة، والذي يسمى الميتافيزيكس، الميتافيزيقيا، الجانب اللي بيسموه الغرب. احنا بنسميه الروح، هن بيسموه ما وراء المادة، لأنه هن مؤمنين أن هناك شيئا يتحكم بالإنسان وقوة عظيمة موجودة في الإنسان، هي ما وراء المادة، هي مغيبة عن الحواس. تمام. بهاتين الجنبتين، المادة التي تسعى إلى بيصير عنده الإنسان الطمع، لأنه هو بده يبقى حي. يبقى حي يعني لازم يجمع أكبر قدر من المال والطعام وإلى آخره، والقدرات والصحة والجمال، لينافس الآخرين، يكون متفوقا على الآخرين. هذه متطلبات الجسد. الروح تريد أن تتصل بالمطلق، تريد أن تسعى إلى الكمال، تريد أن تصل إلى الكمال المطلق، تريد أن تعود إلى بارئها، إلى خالقها. الله عز وجل يقول: ونفخت فيه من روحي. هذه الروح، هذا الجانب الإلهي الموجود في الإنسان الذي هو الروح، يتوق لأن يتصل بالله بمصدره الأصلي والحقيقي. شو اللي عم يمنعه؟ تراكم هذا الجسد والأسر الذي وضعنا فيه هذه الروح، في هذه المادة. روح مطلقة، آسرين بجسد محدود وبشهوات محدودة إلى آخره. فإذا أصل الاضطراب موجود في الإنسان في تكوينه. تكوينك يؤدي إلى اضطراب، لأنه أنت مخلوق من جبلتين، مادية ومعنوية، يعني في بيناتهم اضطراب. إمتى بيحصل الاضطراب أيها الأحبة؟ لما ما بنقدر نحصل التوازن بين احتياجات الجسد واحتياجات الروح. ليش احتياجات الجسد صوتها أعلى وتأثيرها أقوى علينا؟ لأنه شيء مادي، لأنه احنا متلبسين بالمادة، لأنه أنت عم تشوف بعينك، عم تسمع بإذنك، عم تلمس بإيدك، عم تشتم بأنفك. بينما البعد الروحي اللي عندك منك قادر تتعامل معه من خلال المادة. والإنسان أي أسهل بالنسبة له؟ تعاطي مع المادة ولا مع وراء المادة؟ طبعا مع المادة. لذلك المعجزات، معجزات الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وآله كانت معجزات مادية. يعني رمالهم العصا تحولت إلى أفعى، أخرج يده طلعت بيضاء، شاف الأكمه والأبرص، ناقد صالح إلى آخره من هذه كانت مادية، خلص أمام عينيهم شافوها صدقوا بنبوته. أما رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا، راحت باتجاه الفكر والمعنى والروح والعقل والتدبر والتفكر، لأنه وصل الإنسان إلى مرحلة أعلى من النضج، صار متأهلا لأن يتعاطى مع الأمور ليس على المجال المادي فقط، لابد من إحياء الجانب الروحي الموجود فيه. لذلك أيها الأحبة، إذن الإنسان له جنبتان: روح ومادة، جسد وروح، معنى وما وراء المعنى. يحصل الاضطراب وعدم الاطمئنان عندما لا يستطيع أن يحصل التوازن بين هاتين الجنبتين. تمام. فالاطمئنان ليس حالة عاطفية يغيب فيها الألم والقلق. انتبهوا، أنا اليوم ماني معالج نفسي جاي أقدم لكم دواء أو برنامج عملي لحتى يروح عنكم القلق والألم، وليس هو غياب الاضطراب الخارجي. ولا أنا إذا أنتم مثلا غضبتوا لأعطيكم دواء خليكم ما تظهر عليكم نتائج الغضب، ما يرتفع عندكم الأدرينالين، ما يرتفع ضغطكم، تتسرع قلبكم. لا، هذا شيء طبيعي. حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما تحدث عن وفاة ابنيه قال: إن القلب لا يحزن
وإن العين لتدمع ولكننا مؤمنون بالله، نحن راضون بقضاء الله. شايفين؟ هذا هو الاطمئنان. ظاهرك وخارجك متأثر بالهرمونات، متأثر بالقلق، متأثر بالخوف، هذا شيء طبيعي، متأثر بالتعب النفسي اللي عم تلاقيه. ولكن الاطمئنان هو أن تعرف أن تضع معنى لهذا. هلأ بورجيكم الجدول كيف بدنا نحول الألم إلى معنى، كيف الإنسان بيصل بعد فترة من العمل على الجاد على إنتاج هذا الاطمئنان، يصل إلى مرحلة بيفهم تماما كيف يتعامل مع كل اضطراب. تمام. فما بتعود ممكن تصل لمرحلة ما تعود أنت بحاجة فعلا ل علاج نفسي، مش علاج دوائي. هلا لكم هذا الموضوع أنا ما بدي أتدخل فيه نفسيا، ولكن عم أحكي إنه أنت لما بيكون مشكلتك هي هذا الموضوع قد تصل إلى مرحلة تستغني فيها عن كل شيء. طيب، فإذا هو الاطمئنان هو يقين باطني بأن هناك من يمسك بزمام الأمور، وأنه لا شيء يحدث عبثا، يعني أن نحن جزء من خطة الله عز وجل لهذا الكون. مثل ما حكينا بالتدبر اللي عم يتابع دروس التدبر، أنه أهل الكهف فاتوا إلى الكهف، تمام، وقالوا ربنا يعني أعطينا ارحمنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا، بدنا رحمة ورشد. فالله شو عمل لهم لهدول المضحين المجاهدين الثابتين على الدين؟ نيمهم. خطته معهم أنه ينيمهم ويجعلهم عبرة. تمام. لذلك أنت لازم تفهم خطة الله عز وجل لك. شو بده الله عز وجل؟ نحن أبلانين. شو ما كانت النتائج، هون بيبدأ فهم الاطمئنان. فالله عز وجل قال يا أيتها النفس المطمئنة، ما قال يا أيتها النفس السعيدة، ما قال يا أيتها النفس المعافاة، قال يا أيتها النفس المطمئنة. مطمئن لكنه يعيش اضطرابات، عفوا يعيش القلق، يعيش المشاكل الأخرى، إلى أن يصل إلى مرحلة متقدمة جدا، هي بنحكي عنها لاحقا إن شاء الله. يعني ممكن الإنسان يبكي، ممكن الإنسان يحزن، هذا مش يعني ما عنده اطمئنان. لا بالعكس، رسول الله بكى كما قلنا، أهل البيت عليهم السلام كانوا يبكون لفراق أحبتهم. فهذا اضطراب سطحي، هذا اضطراب سطحي، ولكن في العمق الإنسان مطمئن بأن مرساة الله عز وجل موجودة ثابتة، يعرف تماما طريقه الذي لا ينحرف عنه أبدا. الله شو قال بالقرآن ليعبر عن هالازدواجية في طبيعة الإنسان؟ قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. شو يعني طين أو تراب؟ يعني أن جبلتك هي من المادة. لأنه أنت لما بتطلع بالكون بتلاقي الأرض وكل شيء مؤلف من تراب، هذا تراب وصخور وكذا وطين فأنت من هذه الأرض، من هذا العالم المادي، العالم الأرضي، العالم من نفس مكونات هذا التراب. في عندك أملاح ومعادن وإلى آخره مكون جسمك مثل تكوين هذا التراب، وسوف تعود إلى التراب. ولكن في المقابل يقول فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. من هذا الطين والتراب الأرضي الذي يداس عليه، قال لك عندما أضع فيك الروح فسوف تصبح لائقا بأن تسجد لك الملائكة، لأنني كرمتك بهذه الروح العظيمة. بس أيها الأحبة، وين هي الروح؟ مسجونة في الجسد، قد تراكم عليها ركام الجسد، ركام الشهوات، ركام الملذات، ركام حاجات الجسد. تمام. فالله عز وجل هي النفس يلي هي متراكم عليها الجسد قسمها إلى أقسام، إلى مراتب. قال المرتبة الأولى هي النفس الأمارة بالسوء، المرتبة الثانية هي النفس اللوامة، وقال إنه هي النفس اللوامة عظيمة جدا وأقسم فيها، قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، يعني أقسم بالنفس اللوامة. يعني أنت لو ارتكبت خطأ ولأنك لمت نفسك على هذا الخطأ فهذا شيء عظيم. ثم النفس المطمئنة، لابد للإنسان أن يمر بهذه المراحل الثلاثة إلى أن يصل إلى النفس المطمئنة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فإذا العقيدة والرؤية الكونية التي تؤدي إلى الاطمئنان وإلى الراحة وإلى التفاهم مع الجانبين، المادة والجسد، تكون في فهم
وتقعيد رؤية كونية ثابتة. بدها دراسة، بدها فهم، بدها شوي نتعاطى مع الموضوع على أساس تأسيسي، نأسس لحياتنا، نأسس لأرواحنا، وإلا سوف تبقى أرواحنا هائمة، ما بتعرف إلى أي شيء تستند. رح أعطيكم مثال عن هذا الموضوع، أو خلينا نكمل بعدين إن شاء الله المثال. فإذا الله عز وجل لما بيقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لما بيخطر ببالنا هذا الأمر نعتقد أنه إذا وضع الإنسان يده على صدره وقال الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر، فهذا سوف يؤدي إلى تخفيف شعور القلق اللي عم يعيشه هلأ. هذا صحيح، ممكن يخفف القلق اللي عم يعيشه الإنسان هلأ بسبب الأثر النفسي للهدوء للسكينة وللاتصال بالعظيم المطلق. ولكن المراد الحقيقي هو وضع خطة توصل الإنسان إلى فهم هذه المعاناة. هاي المعاناة اللي هو عم يعيشها، فقد أحبة، وطنه في خطر، فقد أموال إلى آخره. هناك معنى، هناك هدف، هناك سبب، هناك خطة. مع تقدم الدرس إن شاء الله حنفهم كيف الإنسان بيصل لهذه المرحلة. فالذكر أيها الأحبة هو الذي يؤدي إلى تذكر الله عز وجل. الذكر هو ما يؤدي إلى التذكر. إذا الذكر بدون تذكر لا قيمة له. التذكر أن يتذكر الإنسان ربه والعلاقة اللي هو بانيها مع ربه، والرؤية الكونية اللي هو آمن فيها عن دليل ويقين قطعي. لما بيتذكر كل هذه الأشياء تهدأ نفسه، يشعر بالمعنى، يطمئن للأحداث كلها التي تجري حوله عندما يتذكر. لذلك أنا إذا بمسك المسبحة وبضلني بقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بدون تذكر، بدون حضور، بدون استدعاء العلاقة الإيمانية وهذه المرساة العظيمة اللي هي هذا الإيمان، بدون إشعال الروح وإخراجها من تحت الركام والتراب، فلا قيمة لهذا الذكر. نعم في ثواب ممكن، ولكن أنه يؤدي إلى الطمأنينة اللي الله عم يقول عنها ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا، مش بهذا المعنى. فإذا إمتى الله عز وجل بيقول إنه في عنا جسد وفي عنا مادة، صحيح؟ لما بتسيطر المادة على الجسد يتحول الإنسان إلى هذا الحيوان البشري، لأنه الإنسان بتعريفه المنطقي هو حيوان ناطق. يعني هو مثله مثل بقية الحيوانات في جسده وفي ميولاته وفي شهواته وفي حاجاته وغرائزه للطعام والشراب والزواج وإلى آخره. ولكن ما يميز الإنسان هو أن يفهم علاقته وأن يكون لديه هذا الوعي والعلاقة مع الله. فقال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. ليش؟ لأنه هذا الجسد الجانب الجسدي. الجانب الجسدي نعم بحاجة. يعني نحن بناخذ أولادنا مثلا أحيانا على المول أو على الوول مارت، فبيقول لي I need this، فبقول له لا بابا لازم تفرق بين I need و I want. انت do you need it really you need it or you want it. هون الفرق. لما الإنسان بيفهم احتياجات الجسد وليس ما كل ما يريده الجسد، بيصير في هذا الفرق الكبير. كيف ممكن حقق هذا التوازن بين الروح والجسد؟ أولا مثل ما حكينا، أعطي الجسد حقه لا ما يطلبه. الجسد بيطلب ألف شغلة، الإنسان بغريزته يحتاج لألف شغلة، لا ممكن يصل لأنه بده ملايين الدولارات، تمام؟ لكن الآن أنت شو محتاج؟ ماذا تحتاج الآن؟ النوم الكافي حاجة للإنسان، ولكن النوم الزائد هذا زيادة عن الحاجة. الطعام حاجة للإنسان، الطعام الزائد لا، هي مشكلة صار. لذلك الله عز وجل يقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذا أولا حط حدود لاحتياجات الجسد.
ثانيا، أنه نجعل للروح روتين يومي لحتى تطلع من هذا الركام. شوفوا يا الأحبة، بشهر رمضان ليش منصوم؟ أهم هدف من أهداف الصيام هو إطفاء محركات الشهوة، إطفاء محركات الجسد، أنه هذا الجسد يقوى بالطعام والشراب والتخمة وإلى آخره. لما آخر النهار بتصل لهذا التعب والجوع والعطش، بتكون أطفأت قليلا من محركات الشهوة والجسد والحاجات، وبدأت الروح تتنسم عبير العلاقة مع الله عز وجل. رجعت الروح تشعر بأنه هناك ارتباط مع بريد، بلشت تهرب من هذا الأسر، من أسر الجسد اللي كنا نحن حاطين فيه. فبشهر رمضان بيبدأ الإنسان يستشعر بآثار الروح. إذا استمر على هذا المنوال بأنه يغذي هذا الجانب الروحي من خلال صلاة، من خلال التأمل، من خلال القراءة، من خلال أنه يخصص بكل يوم ساعة من وقته يعتبرها هي لاحتياجات الروح، مثل ما بيخصص للأكل والشرب والنوم والانترتينمنت وكل هذه الأمور. لابد أن يخصص من يومه وقت معين، هذا يكون للروح، لتعزيز الروح، لإعطاء احتياجات الروح. فالله عز وجل يقول اللهم صل على محمد وآل محمد: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله عز وجل وضع لك الصلاة صبح ظهر عصر مغرب وعشاء عشان تضلك في حالة ذكر، عشان تضل هذه الروح عم تاخذ احتياجاتها. مثل ما بتفطر وبتتغدى وبتتعشى لأجل الروح، هناك أيضا صلاة صبح وظهر وليلا. الصبح أول ما بتفيق تتوجه إلى الله، تمام. الظهر، بين الصبح والظهر بس تبلش تنسى، بس تبلش تنغمس بالمادة، بذكرك الله بصلاة الظهر والعصر، بتقوم تصلي وترتبط مع الله وتغذي روحك. على المغرب والعشاء قبل ما تنام كمان تتقابل وبتتواعد مع الله عز وجل. لذلك بده إياك أول ما تفيق الصبح أول شيء تعمله هو الله، وآخر شيء لما بتنام قبل ما تنام الله، وبيناتهم بالنص العلاقة مع الله. لذلك إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، مؤقت، لكي تشعر هذه النفس نحن بعدنا عن شو عم نحكي؟ عن تحصيل التوازن بين الجسد والروح، بين احتياجات الجسد واحتياجات الروح، لكي نصل إلى مرحلة من التوازن. تمام. هذا التوازن يفضي في نهاية الأمر بعد تثبيته وتقويته إلى الاطمئنان، إلى الفهم. طيب، المبدأ الثالث انه نفهم انه هذا الجسد وسيلة وليس غاية. الصحة بحد ذاتها هي وسيلة لحتى اقدر صلي، لحتى اقدر اشتغل وانفق على عائلتي، لحتى اقدر العب مع اولادي، لحتى اقدر مارس حياتي بشكل سليم. لذلك انا اعمل على صيانة هذا الجسد من خلال محافظة على صحته. لذلك دائما حط بذهني كل عمل اقوم به هو لغاية وليس لنفس الجسد، أن يكون الجسد وسيلة لغاية معينة هي الله عز وجل، وهي الروح. لذلك الله بيقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الاضطراب اللي بيعيشه الإنسان أيها الأحبة، من حيث أنك تقلق على الشيء اللي عم يصير على مستقبلك، على أموالك، على شغلك، على كذا إلى آخره، هو في الحقيقة ليس مرض بحاجة إلى علاج، وإنما هو عبارة، وهو ليس عدو، هو بوصلة. هو عبارة عن رسالة يقول لك بأنك أغفلت التوازن، في عندك مشكلة بالتوازن، انتبه. هذا البانيك أتاك أحيانا اللي بتصيب بعض الناس، أو الشعور بالقلق، أو الشعور بالخواء، أو الشعور بالتعب، أو الشعور أنك أنت حاسس حالك بدك تبكي مالك عارف ليش، خاصة إذا كانت امرأة. الشعور يعني بعدم المنفعة، بعدم ما عم تشوف أمامك بشكل صحيح. هذا دليل وجرس عم يرن انه انتبه، هناك مشكلة في التوازن بين الروح والجسد، يجب عليك ان تعالجه وان تلتفت اليه. ملاحظين؟ فاذا الاضطراب والقلق والضيق والبكاء وما تمر فيه،
اعتبره، حطه بذهنك، هذا مش عدو، هذا مش مرض، هذا تنبيه، تحذير لكي تنتبه. مثل الحرارة. الحرارة لما تصيب الإنسان هو تحذير، يعني عندك التهاب، يعني عندك مشكلة مرضية، يعني عندك كذا، روح تابعها، روح شوف كيف بدك تحلها. الاضطراب وهي الأمور هو عبارة عن إنذار لك أن هناك مشكلة في التوازن بين روحك وجسدك. هذا التوازن لابد من الالتفات إليه. أول خطوة في التأسيس لاطمئنان، لنصل لمرحلة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، هو وضع رؤية كونية ناتجة عن الدليل الثابت القطعي، وليست رؤية كونية موروثة. فضوا هاي القاعدة كتير مهمة، هاي أهم شيء بكل الموضوع. أن تكون الرؤية الكونية التي هي نظارتك في الحياة. نظارتك في الحياة هي الرؤية الكونية، من خلالها بتشوف، من خلالها بتقرر، من خلال سلوكك يعتمد على رؤيتك الكونية. يعني شو؟ أنت إنسان تؤمن بالآخرة، جارك ملحد لا يؤمن بالآخرة، انت مؤمن بآخرة، يعني انت مؤمن في حساب، يعني انت مؤمن انه كل شيء بتعمله اليوم هتتحاسب عليه بيوم من الأيام. هو لا يؤمن بهذا الأمر. تمام؟ هو منسجم مع ذاته. هو عندما يقوم بشرب الخمر، ولا بالغيبة، ولا بالزنا، ولا أي شيء بيعمله نحن بنسميه زنا، هو أصلا ما بيسميه زنا، ولا يؤمن بأديان. فهو منسجم مع نفسه، بيروح بيمارس كل هذه الملذات الجسدية ويعود إلى بيته وينام مطمئنا. ليش؟ لأنه هيك هو ظاهره وباطنه هيك، هو ورث هيك وعاش هيك ورؤيته الكونية هيك. هو شايف برؤية كونية معينة وعم يعيش وفق هاي الرؤية الكونية اللي هو مقتنع فيها. بينما أنت عندك رؤية كونية عم تشوف من خلالها الحياة، ولكن عم تمارس أشياء مخالفة لهي الرؤية الكونية. فأنت بس تطلع ترتكب الحرام، حترجع ما حتنام مرتاح مثله، حتنام وأنت عندك قلق وعندك لوم وعندك، لو ما لامتك نفسك بالمناسبة بالسب كونشس، عندك مشكلة. أنت ورثت من أبوك وأمك ومجتمعك وإلى آخره، إنك أنت هيك لازم تعمل. أنت رحت عملت شيء معاكس، اجيت بدك تنام لقيت في عندك اضطراب. فلما بتحط رؤية كونية، بتحط أهدافك بشكل صحيح، تثبت هذه الرؤية الكونية بالدليل القاطع، مش بالوراثة. مش بالوراثة. يعني عندما نقول مثلا كربلاء هي لحظة تحقيق الكرامة على حساب كل المصالح الأخرى، حتى على حساب الروح وكل شيء. وتذهب أنت إلى المجلس تحب الإمام الحسين وتحزن عليه وتبكي بكاء شديدا مريرا، ثم عندما تخرج من المجلس يبقى الحسد، تبقى الحقد، يبقى السعي وراء المادة. تطلع بسيارتك اللي حقها 200 ألف دولار ومستحيل تتنازل عنها، وانت كنت قبل شوي تبكي على مبادئ مختلفة عن اللي انت عايشه. يعني لو بيجي الإمام الحسين عليه السلام يقول لك طبق ما بكيت من أجله، حتلاقي انه حتتغير حياتك كثير. لاحظين؟ يا اما مثل ما بيقولوا عيش مثل ما بتفكر، يا فكر مثل ما بتعيش. هذا أول شيء لتحقيق التوازن بين الجسد والروح. تمام؟ إن شاء الله ما بدي أطول عليكم اليوم، بما أنه اليوم الدرس الأول ما حيكون كتير في هذا. الرؤية الكونية حأبدأ فيها بالدرس القادم. رح نحكي عن الرؤية الكونية، هو هذا موضوع الباوربوينت إن شاء الله. شو هي الرؤية الكونية؟ هل هي مجرد اعتقاد ديني، ولا هي طريقة حياة؟ هي عدسة ترى فيها كل شيء، ترى من خلالها أولادك، ترى من خلالها عملك، ترى من خلالها حسابك البنكي، ترى من خلالها كل شيء على الإطلاق. هي ليست مجرد عقيدة وشيء موجود في القلب، لا، هي التي تعطيك موقفك من الألم والفرح، هي اللي بتحدد لك موقفك من الخوف والأمل، هي اللي بتحدد لك موقفك من الابتلاءات اللي انت عم تعيشها، هي التي تؤدي إما إلى الاطمئنان والحياة بحياة سعيدة، ومن لذلك شوف المقابل حياة الضنكة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. بالمقابل ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
هذا الذكر شو؟ الذي يذكرك بالله عز وجل. لاحظوا كمان مثال ثاني على هذا المسألة. الله عز وجل يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. أو بيقول واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية دون الجهر من القول. يعني الله بده إياك تصل لمرحلة تكون أنت جالس هون برؤيتك الكونية بعد ما تثبتها، تكون أنت وجالس بدون ما عم تقرأ بصوت عالي، همسات بتهمس فيها بقلبك أو بلسانك، لأنك مؤمن أنه الله عز وجل موجود بجانبك الآن بجلزقك. ما في داعي تقول اللهم، طبعا هذا له مكانه، له وقته، لكن الله بده يعلمك أنه ادعو الله خفية. لذلك الإمام علي في شعره يقول وأنت مناجاتي الخفية تسمع، إلهي ترى حالي وضعفي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. مناجاة خفية ولو بدون تلفظ، هي العلاقة الحقيقية، بدون ضجيج، بمكان بصمت، بصمت بانقطاع عن العالم وعن الدنيا وعن كل المادة، وتتحدث مع الله في عقلك وقلبك. وإذا همست تهمس هيك بهمسات وكأنه هو جانبك عم يسمعك. لذلك مرة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماشي مع أصحابه فوصلوا إلى مكان، فواحد عم ينادي الله أكبر بصوت عالي ليحكي مع الله. قالوا له شو الله، هل الله أصم أو الله بعيد لحتى تناديه؟ كما يقول موسى عليه السلام يا ربي أقريب فأناجيك أم بعيد فأناديك؟ قال يا موسى أنا جليس من ذكرني. بلحظة بس بتذكره انت تكون شاعر انت انه هو موجود جنبك، احكي معه كأنك عم تحكي مع واحد عم توشوشه، عم تهمس له بإذنه، بقلب مليء بالحب، مليء بالفهم، مليء بالرؤية الكونية، مليء بإدراك هذا الإله العظيم الجليل. تمام. فإذا هذه النفس أيها الأحبة صرنا عرفنا اليوم نلخصهم. أولا الإنسان جسد وروح، مادة وما وراء المادة، في بيناتهم شوية تلاقي، في تلاقي بيناتهم طبعا أكيد، في تماسك، في تماثل، في توائم، في ضرورة لاجتماعهم، ضرورة إلهية. وأحد لو طلعت شوي عن الموضوع، أحد الضرورات الإلهية أيها الأحبة ممكن نسأل الله، نقول له يا ربي ليش خلقتنا بهي الطريقة؟ طريقة مادية، لازم آكل كل شوي واشرب كل شوي وتنفس كل لحظة، وفي عندي شهوات وملذات وحاجات لازم أمارسها، ومنها مثلا أجلكم الله الدخول إلى الحمام مثلا. فالله عز وجل قال إنه الإنسان يصبح طاغية إذا استغنى، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فتخيل أنت ما تكون بحاجة لأنك تاكل وتشرب وتتنفس، قديش بيصير في طغيان؟ ما أنت عم تاكل من فضل الله وتشرب من فضله وعايش بمكان هو خلقه، وعم تتنفس في كل لحظة من الأكسجين الذي حافظ عليه من خلال السماء، وأنت تطغى وتفسد في الأرض. فكيف إذا خلقك بدون حاجات؟ ممكن يقول له ليش ما خلقتنا مثل الملائكة، وليش ما خلقتنا بطريقة ما فيها مادة، ما في جسد؟ الله لأنه عز وجل قال لك في صفات عندك أنت موجودة. صح، مثلا أعطاك سكين لتقطع فيها بالمطبخ وتقطع فيها اللحم، بس ممكن تستعملها في قتل الناس. فهي المسألة أنت مسؤول عنها. أنا أعطيتك مثلا شعورك بأنك لازم تبقى على قيد الحياة، مش يعني انك تقتل الناس لتعيش على قيد الحياة، ولا يعني انك تكون طماع وتحتكر الطعام وتحتكر المواد الأساسية لتصير انت الافضل هنيك لو ماتوا. لا مش هيك، انت استخدمتها بطريقة خاطئة. انا اعطيتك الجنس عشان يبقى نسلك، علشان يستمر النسل البشري، عشان بعض المتعة، ولكن لما بتحولها إلى غاية وإلى حياة وإلى كل شيء يصب في هذا الأمر، فأنت تؤذي نفسك وتستعملها بشكل خاطئ. إذا صح أنا خلقتك بهذه الصورة المادية، ولكن وضعت لك العقل الذي يحد منها. شو هو العقل أيها الأحبة؟ تخيلوا معي سيارة فيها محرك كتير قوي، محرك قوي، وهي هذه الاحتياجات الجسدية والنفسية الموجودة عند الإنسان. الله أوضع عند الإنسان طاقات هائلة.
يلي هي مثل محرك السيارة، ولكن هذه السيارة 5000 حصان أو ما بعرف قديش، و2000 حصان، وليس فيها لا مقود ولا بريكس. شو بصير؟ تطلع فيها للسيارة، الحادث هو على بعد أمتار، شغلة زمن بس وقت رح تعمل الحادث. لذلك الله وضع لك العقل كمقود، والفطرة وكذا كمكابح لتقدر تتحكم بهذه القوة الهائلة. وإلا إذا بتتركها على ما هي عليه تصطدم بالجدار وتدمر نفسها وتدمر الآخرين، وتتحول إلى آلة قتل متوحشة مثل ما أنتم عم تشوفوا. ممكن يصل الإنسان من الطغيان إلى لحظة يقتل فيها الآلاف دون أن يرف له جفن، يعتدي على الأطفال القاصرين، على الطفلة القاصرة دون أن يرف له جفن، المهم أن يرضي غريزته ومتعته. لهالدرجة بيصل الإنسان من هذا الانفلات. الفكرة الأولى إذن هي هذا الاضطراب الناتج عن عدم التوازن بين حاجات الجسد وحاجات الروح، هاي الفكرة الأولى. الفكرة الثانية هي أن يضع الإنسان أن يفهم كيف يعمل على المبادئ الأربعة اللي هي حاجات الجسد. الجسد هو وسيلة وليس غاية، أنه الهوية الحقيقية للإنسان هي ماذا؟ هي روحه. بس يموت الإنسان بيرمى هذا الجسد في القبر، تكريما له بحطوه بالقبر. تمام. فهي وسيلة وليست غاية. ثالثا، أعطي احتياجات للروح، اجعل موعدا خاصا تحضر فيه جلسة، تحضر فيه تدبر، تقرأ فيه كتاب، بتعمل صلاة، بتحكي مع الله هيك أنت وقاعد. مش ضروري تقوم تصلي وتصوم، لا لا، أنت وقاعد غمض عيونك وبدا اعمل كونكشن بين عقلك وبين هذه القدرة المطلقة العظيمة اللي عم يقول لك أنا أقرب إليك من حبل الوريد. يعني أنا ما في داعي لا تتصل فيني ولا بدك رقم ولا شيء، بس غمض توجه لعندي. أنا جليس من ذكرني، ذكرني يعني تذكرني واستدعى إيمانه وعظمتي في قلبه. لذلك نحن لما بنقول الله أكبر في الصلاة، قبل ما نقولها لنشعر بمعناها يجب أن نحمل في عقولنا علوم ومعارف كبيرة. عندما نقول الله أكبر أفهم تماما شو يعني الله أكبر. تمام؟ الأمر الرابع هو أنه الاضطراب والقلق وكل ما نعانيه هو بوصلة عم تخبرنا أنه انتبه، عندك مرض، عندك مشكلة في التوازن بين الجسد والروح، عندك مشكلة في التوازن بين ما ورثته أو ما تؤمن به ظاهرا وبين سلوكك. انت مؤمن بإله ومؤمن بآخرة وبحساب، مؤمن بقرآن عم يقول لك لا تغتاب ولا تشرب خمر ولا تأذي حدا وانت عم تعملهم كلهم. فهذا عدم التوازن يؤدي إلى اضطراب عميق. أنا مؤمن بأن ما عند الله خير وأبقى، ولكن بنفس الوقت عم اشتغل بكل طاقتي لجمع الأموال بأي طريقة، لو على أن ندوس على أجساد الناس. عندي كره وعندي حسد، هدول كلهم أبواب الشيطان أيها الأحبة، كلهم هدول أبواب لدخول الشيطان. غضب، حسد، كره، في ناس بكرههم ببغضهم، في بقلبي حرارة شديدة على بعض الناس، حسد حاطه على كتافي، كلها أبواب عم خلي الشيطان يفوت علي. لذلك الله عز وجل قال لازم يكون في جهاد نفس. جهاد النفس هو شو؟ هو ليش اسمه جهاد أصلا؟ لأنه هو أنت في معركة حقيقية بينك وبين الشيطان. أنت في معركة حقيقية بين احتياجات الجسد واحتياجات الروح، فاسمه جهاد. بحاجة أنت لدشم ولأنفاق ولمراقبة ولأسلحة، والشيطان حواليك عم يحاول يخترقك. بشو بيخترقك؟ بالغضب. تمام. حرب أبدا، جهاد. جهاد حقيقي، معركة أنت يوميا عم تعيشها. لذلك قال لهم أهلا بقوم أنهوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. فأنت في كل لحظة في معركة، بدك تجهز وتعد العدة، ما تخليه يغدرك الشيطان، ضلك عم تراقبه. تمام. كيف بيغدرك؟ بيفتح لك باب، بس تغضب فتحت له باب فات عليك فورا. تمام. بس تحسد فتحت له باب دغري دخل عليك، انت عم تحاربه. لذلك بس الانسان يصل الى هذه المرحلة من التوازن
ويدرك الرؤية الكونية اللي بيثبتها من خلال الدليل العقلي والقناعة القلبية، كما يقول الإمام الخميني رضوان الله عليه: اكتب معارف الله بقلم العقل على صفحة القلب. متى ما وصل الإنسان لهالقناعة سرت هذه المعلومات والمعارف. بس بده يكون في معارف بالأصل. ومعارف شو يعني؟ معارف يعني مش ماسك الفيسبوك عم تسمع دقيقتين لفلان وكيف تعمل هي الصلاة وكيف تساوي. لا لا، معارف ثابتة عقلية تتحدث عن رؤية كونية ثابتة في العقل. اليوم نحن عم نواجه أيها الأحبة مخاطر شديدة، عم نواجه عدو شرس، ما فينا نواجهه بمعارف هيك بسيطة وسطحية وهشة، ناخدها من فيديو من هون وحلقة من هون وشغلة من هون وفيسبوك من هون. لا لا أبدا، بدنا يكون في عنا يعني انفراستراكشر مثل ما بيقولوا، أو أسس ثابتة وقوية ولا يمكن أن تهتز، لحتى نوصل إلى مرحلة. وخاصة شايفين أنتم عم تزداد أبواب الشيطان علينا، عم تزداد يعني قوته عم يزداد، ونحن بشو عم نواجهه للأسف؟ بإيمان ضعيف هش، ليس فيه رؤية كونية ثابتة ومأخوذة من العقل. فاكتب معارف الله بقلم العقل المليء، العقل المليء بالمعارف الثابتة، على صفحة القلب. بس يسري هذه المعلومات، بس تسري لهون، توصل للقلب وتنزلها انت على القلب من خلال وسائل حنتعرف عليها في الدروس القادمة، حتصل إلى مرحلة السعادة الحقيقية، حتصل إلى مرحلة الاطمئنان الحقيقي. سوف ترى حقيقة الأمور وتعيش هذه الحياة السعيدة التي يريدها الله عز وجل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذا من استمر على ذكري: واذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، من استمر على ذكري سوف يعيش حياة سعيدة في الدنيا قبل الآخرة. لما بيسكر أبواب الشيطان بتشوفوا في حدا، مثل ما بيقول الشاعر: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. هذا الإنسان الذي يعيش هذه الأمراض، الحسد مرض نفسي، هو باب من أبواب الشيطان. لما بيعيش الإنسان هذا الحسد، تعرفوا أنه هو أكثر واحد عايش الألم والحزن والاضطراب، لأنه في شيء أسود راكب على كتافه. بس يشوف اللي هو حاسده شوي هيك شغلة، نجح ابنه، صار معه كذا، صار معه شغلة حلوة بحياته لهذاك المحسود، فبتعيش انت الاكتئاب والهم والغم والألم وبتصير تتقطع من جوا. ولكن الحل شو هو؟ انه تنظف روحك من هذا الحسد. بس تتنظف الروح من الحسد، ما بيعود بيهمك اي حدا، يصير بس الله عز وجل. بس تنظف قلبك من الحقد والكراهية والبغضاء، كمان نفس الشيء، ما بتعود بتهتم او بتنغم لانه في واحد انت بتكرهه حصل له خير. لاحظين أيها الأحبة؟ من هون بنحط رؤية كونية علمية، بعدين بننطلق إلى التصحيح الأخلاقي وتصحيح النفسي والصفاتي إن شاء الله تعالى. تقبل الله أعمالكم. الدرس القادم حيكون الرؤية الكونية، ضروري تحضروه، لأنه هنيك بيبدأ العمل الحقيقي. إذا في حدا عنده سؤال نحن بالخدمة إن شاء الله.